هنا طبعا يا جماعة دي أول تجربة هنا الحلة. هنعمل لاكيه نص لمعة. هنجيب جالون مط زي كده وهنحط عليه حوالي 3 كيلو كبسي لامع 671، بحيث ان احنا نخلي البوية بتاعتنا بوية نص لامع، وده افضل حاجة بالنسبة للبطاين او للشيش او للابيضات عامة. بنجهز طبعا في الحلة بتاعتنا حلة الضغط. دي اول تجربة ليها في اللاكيه. جربناها قبل كده في الصلوات وفي الورنيشات، ولكن النهاردة أول مرة نجربها في اللاكيهات. بنفضي في قلبها. طبعا هي بتديلك أريحية إن أنت تاخد راحتك في الشغل، لأن هي بتاخد الكمية بتاعتها بتاخد حوالي 8 لتر، يعني تقريبا حوالي 10 كيلو. فأنت بتشتغل فيها وأنت مطمن. طبيعي ما بتملاهاش لحد الآخر، لازم تسيب فراغ، لأن الفراغ ده بيكون فيه كمية ضغط هواء رهيبة جدا، علشان هي اللي بتطلع البوية من الحل. فلازم أن يكون فيه فراغ فوق، ما تملاهاش لحد الآخر. الغطا بتاعها كده كده بيكون مقوس ناحية فوق علشان برضه يديك مساحة فراغ، يعني حتى لو اتملت برضه الغطا بيديلك كمية فراغ. بس يا عم هو كده احسن. طبعا بعد ما بنحط البيضة بتاعتنا بنخفها بنسبة تقريبا 25%. هنشوف دلوقتي طبعا طريقة الرش بتاعتها جميلة جدا. بنحط البنزين بتاعنا اهوت زي ما حضراتكم شايفين. الرش بتاعها جميل جدا، بيخليك تشتغل ما انتش متضايق، واخد راحتك في الشغل، ما انتش محتاج عمالة كتير معاك. آه، ما بيخليكش تتعب. ايدك نظيفة، مسدسك نظيف. بصراحة في فرق كبير جدا. طبعا التحكم فيها لازم أن يكون حضرتك متمكن في الرش، وتكون ايدك واخدة على الرش كويس، لان لو لسه مبتدئ مش هتعرف تشتغل بيها وهتبهدل الدنيا معاك. طبعا بنحط الغطا زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنقفز عليه بالإفزان بتاعته. بعد كده بنضغط الهواء جواها زي ما هنشوف دلوقتي. كده طبعا بدأنا الرش زي ما حضراتكم شايفين. اسيبكم مع الفيديو. انا عايز اركب اللقطه. ايوه. السلام عليكم. تشطيب يا ابراهيم. تشطيب. والله اللي شوف مستوى خلص. ده يا ابني الدور انا عايز شغل. تمام. ما تقربش بس. هنا طبعا بعد ما خلصنا الشغل، اول حاجة بنفك الهواء. بعد كده بنفضي الهواء اللي مضغوط جواها زي ما حضراتكم شايفين كده. ما تفتحهاش على طول مباشر، لان بيكون جواها ضغط شديد. بعد كده بنفك الافزان بتاعتنا بالراحة، وبنفتح الحلة بتاعتنا. على فكرة يا جماعة موفرة جدا في البوية، موفرة جدا بدون مبالغة. بعد كده طبعا بقى بنغسلها مرحلة الغسل بتاعتنا، نغسلها بالبنزين. ده كده خلاص جاب بنزين اهو. في بويه طبعا بتطلع قبله بتنك تطلع لحد ما تطلع بنزين كده. بس طبعا البيه اللي كان بيصورنا ما صورش الحته ديت، راحت منه. تمام. كده خلاص بتجيب بنزين. كده من الخرطوم نضيف من جوه. ماشي شغال.
ما تخلص بقى ما ينفعش تسيب الحل مقفول. طبعا الحاجات اللي احنا بنقولها ديت عن تجارب انا عملتها قبل كده، فعشان الغلط اللي انا جربته ولقيته مش عايز اي حد يقع فيه ويرجع بعد كده يجيب اللوم عليا يا عم ابراهيم انت ما قلتلناش ما عملتلناش ما نبهتناش، لا انا بنبهك دلوقتي. دلوقتي يا جماعه الغلط اللي احنا بنقول عليه، لو انت سبت الحله مقفوله على اي بوهيه سواء بنزين لاكيهات او سواء بوليستر سواء اي بوهيه انت عملتها، طبعا احنا كلنا عارفين ان اي كاوتش او اي مطاط المذيبات الكيماويه دي بتاثر عليه فهتخليه يلم معاك وهيتنط. فالجوال اللي هنا جوال كاوتش، لو انت سبت الغطا مقفول زي ما هو كده هتبص تلاقيه بعد مجرد رشه واحده هتلاقيه باظ وهتدوخ بعد كده على بتلاقي زيه. اهو على شويه. احنا دلوقتي خلصنا وغسلنا بالبنزين وفضينا الحله ما فيهاش اي غوط، بس هتلاقي دلوقتي كميه ابخره شديده جدا وهنشوفها مع بعض وانا بفتح الحله. فلما بتسيبها الجوان ده بيتاثر وبيتمط وبيبوظ كمان الخراطيم، فلازم بعد ما نخلص تعالى قرب. البخره راحت، هي البخره راحت لان طبعا ده بنزين في الطينه بتبان اكتر. المهم ان انت تقوم مخلص ومطلع الحله بتاعتك الغطا وتقوم حاطه زي ما هو كده. اولا ما يوقعش تاني حاجه تحافظ على الجوان اللي هنا، لان الجوان ده لو باظ هيدوخك على ما تعمل واحد تاني. طبعا بيبقى بقى شويه حاجات بسيطه زي دي كده هنغسلهم بحبه بنزين وخلاص، ده اصلا بنزين مش مهم. وبعدين هم عاملين في الحله ديت من تحت مسافه بسيطه بينها وبين المسدس بينها وبين الماسور، علشان خاطر لو في اي روايش في اي رواسب ما تخشش في المسدس وتبقى راقده في ارضيه الحله. يعني لازما يبقى معاك الكميه ديت تحت، ده اللي بيبقى معاك الكميه كلها ما تجيش 8 كيلو في اي بوهيه. دولت بيبقى فيهم رواسب، لو في اي رايش بيسقط تحت المسدس ما يشفطش الروايش من هنا. بس قولها تاني بقى. يا جماعه ازاي هتغسل الحله دي بعد ما تخلص؟ بنحط لها شويه بنزين كده قيمه لتر مثلا، شغال بخامه فيها طينه يبقى هتحط طينه على حسب الخامه اللي انت شغال بيها، بس كفايه كفايه. احنا طبعا شغالين بلاكيه وده ايه بنزين شغال. طبعا دلوقتي يا جماعه الخرطوم ده بيبقى فيه شويه بويه رواسب كده بسيطه، فالبنزين هو اللي هيطلعها. هنركب لها الضغط اهوت، ساعة ما تضغط خلاص كده البنزين هيطلع معاك لوحده. نجيب دي كده شغال ولا تعمل زي شغال. شغال. اعمل بقى فوق بقى. بص بقى يا سيدنا هتعمل فوق على الجدار عشان بس هنغير الدنيا. هنفتح الوايه بتاعتنا وهنخلي ديت ايه نلمها شويه، لان ديت بدون مبالغه هتسحب سحبه وهيب دلوقتي. هات كده هناك، لا هات مسدس. شايفين؟ اهو كده بنجيب بنزين كده. احنا غسلنا الخرطوم من جوه ما عادش فيه اي حاجه اهو، بشبوي ورش. ارجع ورا كمان على بعد 3 متر اهو. ايه يا ابني الجمال ده؟ لا يا شيخ. هتغرقنا يا شيخ خلاص. واقف. اه ايه